السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. لابد أنكم تذكروا الحلقات اللي انتقدت فيها المعارض الجزائري هشام عبود، والمعارض نديرها بين مزوجتين طبعا، وتذكروا على أنه جبت كلامه وردت عليه دقة دقة وطرف طرف. وفيديو آخر جبت الفيديو ديالو كامل وتكلمت عليه، بالعكس عاد شكرته لانه حسيت بانه بدل شويه اللهجه وطور شويه طريقه الهضره ديالو حتى الفكر ديالو، وبدا كيهضر شويه بواحد الطريقه قريبه شويه للمنطق وقريبه شويه للحقيقه. ومع الاسف في العوض فاش سي هشام عبود باش يناقشني انا وقارع الحجه بالحجه، خاصه انني تحديته في بعض الامور، وخاصة أنه كيتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي وكينتقد العصابة ديال الجزائر وكيعطي نفسه الحق باش يمارس حقه الديمقراطي وحق التعبير. فعوض أنه باش يناقشني التجأ اليوتيوب، مشى كيبكي عند يوتيوب وقال لهم السي بندحة راه استعمل لي فيديو ديالي وراني كنطلب باش تسيبريميوهم، باش يسبريميوهم يعني يحذفوهم. وسمحوا لي غادي نتكلم بالطريقه واحد اللهجه اللي غادي يفهمها هو يفهموها الاخوان الجزائريين ويفهموها حتى المغاربه. يعني ما طلبش انه باش يتحذف يعني غير لي موصو ديالو، باش يتحذف لا فيديو، تحذف الحلقه كامله، يحبدوا داك المحتوى اللي درتو هنا وانتقدوا هشام عبود بواحد الشكل يعني وازن وموضوعي وديمقراطي، ويظهر على ان هاد السيد ما قدرش يصبر لداك الشيء وما بغاش داك الشيء، لانه واجهته اولا بالحقيقه ديالو، زياده على انه الاغلبيه نقول كل التعليقات ديال الاخوان المغاربه يعني انتقدته وبينت حقيقته اللي كشفناه حنايا امام المشاهدين ديالو وامام متبعين القناه ديالو. وهذا كيظهر بان الفكر الديكتاتوري مع الاسف مسيطر على اغلبيه الجزائريين الا من رحم ربك. سي هشام تمشي نتايا عند يوتيوب وتبكي لهم وتقول لهم بندحة راه استعمل لي فيديو ديالي سبريميهم. يا اخي حلا يا اخي رجله، يا اخي وين دير وجهك مع المشاهدين ديالك؟ وين دير وجهك مع خوتك الجزائريين؟ جبت لهم التبهديله. انت كتنتقد العصابه، ولكن مع الاسف في الممارسه ديالك حنا كنشوفوها ما كاينش فرق بينك وبين العصابه في الممارسه الديمقراطيه، ويظهر على انه العقليه العسكريه مازال متجدره في الدم ديالك. كان نورمالمون تناقشني كما قلت لك، تقارع الحجه بالحجه، وحتى الا شفتني استعملت الفيديو ديالك كان ممكن انك تتصل بيا بالحوار وتقول لي سي بندحة الله يخليك ما عندكش الحق تستعمل لي فيديو ديالي، ونتناقشوا ونشوفوا الطريقه. مي انك تمشي تلتجئ اليوتيوب فهذا كيدل على انه خوف، كيدل على انه ضعف، ما قدرتش تواجه. وخاصة انني تحديتك ومع الاسف خسرت في التحدي، وانا ربحت في التحدي، وانا كنشكرك انا عرفت هذه الفرصة هذه. تحديتك في امور واضحة وقلتها لك واكدت لك عليها، وانا اؤكد واكرر التحدي. قلت لك جيب لي حاجه في التاريخ ديال الجزائر دارتها زينه للمغرب، حاجه واحده في تاريخ الجزائر منذ 1962 دارتها زينه الجزائر، وحتى اقبل الاستقلال حاجه زينه دارتها الجزائر اتجاه جارها المغرب. أتحداك وأتحداك وأتحداك، ونذكرك ونذكر المشاهدين الكرام على أن
ومقتضيات الحوار فرضت عليا، ماشي فرضتني، يعني قنعتني باش نتواصل مع مجموعه من الجزائريين ويوتيوبرز جزائريين منهم انت، ورسلت لك في الايميل وقلت لك سي هشام كنقترح عليك انني نستضفك في القناه ونتكلموا على ما يجمعنا، ما نصادفكش باش نجيبك تضرب في بلادك، ولكن نجيو نهضروا على ما يجمعنا. ومن بعدها اني علمت بانك راك مريض، راك في المستشفى، وصيفط لك قلت كنتمنى لك الشفاء، وتفهمت يعني علاش ما رديتش عليا، ولكن بعد عاوتاني عاودت الطلب ديالي وما قدرتش باش ترد عليا. كان على الاقل انك تعتذر. وبداك الايميل، داك البريد الالكتروني اللي صيفط لك فيه هو اللي به انت بعث اليوتيوب باش تقول لهم سيبريميو، بمعنى ان استعملت المقص ولم تستعمل القلم، انك قلم الحوار، بالحوار انك تحاورني ونحاورك. مادام كتقولوا نتوما خاوه، مادام كنقولوا حنا اخوان، مادام حنا كنقولوا اننا ديمقراطيين، مادام اننا مادام هادشي هذا وين راه كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، انك تطلع عند الناس ويرحبوا بك وتبقى تهضر على الديمقراطيه وتهضر على الديكتاتوريه وتقول لهم على العصابه الجزائر هذه تكليحه وانت داير تكليخه. كيفاش أتأمرون الناس بالبر وتنسوا أنفسكم؟ شوف فاش تنتقد العصابة انتقد على نفسك. أنا بعثت لك حوار باش ندير حوار، رد عليا قول لي ما نقدرش، اسمح لي، ما اعتذر لي، ولا قول لي نعم أنا موجود. كيفاش هادي؟ أنت ما بعثتليش، ما رديتش عليا، تجاهلتني وتجاهلت الطلب ديالي اللي كان ديمقراطي، أنك تجي وتطلع القناة نصادفك معزز مكرم وتقول لي تحب. نعم تقول لي تحب، بدون طبعا ما تمسنا في المقدسات ديالنا، ولكن انت فضلت المقص، فضلت الديكتاتوريه اللي راه تمارسها عليكم العصابه، بمعنى انه بينت لي بانه كلكم في سله واحده، مع احترامي لبعض الجزائريين الاحرار، اللي كنقول بعض الجزائريين الاحرار اللي اختبرتهم ونعرفهم، سواء في علاقتنا سواء في الممارسات ديالهم، اعلن نقدم لهم احترام. بصح المشكل انه الامور من تجي دابا من العصابه والفناها، بصح من تجي من نخبه اللي كتدعي انها هي اللي راه تنور الجزائريين. اذا كان صاحب المنزل للطبل قارع فلا تلومن الصبية ان رقصوا. ايوا انت اللي كتعتبر راسك نخبه وتجيب هاد الكارثه، لا واحد اخر واش غايدير؟ والله الا جبتو تبهديل للجزائر وجبتو تبهديل للجزائريين، وعطيتني انا فرصه باش نضحك عليك ونضحك على الفكر اللي مسيطر عليكم. وهذا فوز وهذا انتصار لينا احنا المغاربه الحمد لله، وخلينا الله نفتخروا بالمغربيه ديالنا ونفتخروا بانتمائنا للمغرب ونفتخروا بالمقومات اللي عندنا والعقل اللي عندنا. وعلى ذكر العقل، فعلا بالنسبه لمجموعه من المغاربه كيقولوا على الجزائريين 10 في عقل، كنبغيش نتيقها. كيقولوا الدشره في عقل، بغيش نتيقها. اليوم راهم يقولوا الدوله في عقل، ما نتيقهاش. بصح بحال الممارسات كتخليو الناس وكتدفعوهم للتقوى، وانا نقول لك ما نتيقهاش، لانه نعرف انا الجزائريين كي دايرين، ونعرف الجزائر فيهم فعلا اللي عقل، اللي 10 في عقل، فيهم اللي 10 في عقل، وفيهم اللي عقل، وخصك تعقل. وهذا خطاب من مغربي ديمقراطي، مغربي حر كيفكر ويفكر في الآخرين، ويفكر في مصالح الآخرين وفي حق الآخرين لممارسة الديمقراطية. وأنا مازال أتحداك وأقول جيب لي في التاريخ الجزائر حاجة وحدة داتها الجزائر زينة للمغرب،
وتحديتك